رحيل محمد مجدي قفشه وحسام حسن ومصطفى سعد ميسي ومحمد محمود وايضا زياد طارق، 5 لعيبه هيرحلوا عن النادي الاهلي بدايه الانتقالات الشتويه المقبله او في يناير المقبل. مش بس كده، اولى صفقات النادي الاهلي اللي الاهلي بالفعل حصل على توقيع اللاعب. هقول لكم مين هو اللاعب اللي اولى صفقات النادي الاهلي وهيكون اول صفقات الاهلي في الانتقالات الشتويه المقبله. هنتكلم ايضا عن نادي الزمالك صفقته الجديده في يناير المقبل. وقبل اي تفاصيل، اهم شيء لازم تعمله دلوقتي علشان الفيديو يوصل انك تعمل لايك للفيديو، ويلا بينا سريعا نروح نشوف ايه القصه بالظبط. خلينا نتكلم معاكم عن لاعب النادي الاهلي الجديد. هتقول لي يا عم انت كل 5 دقايق تطلع لنا وتقول لنا ان فلان جاي وفلان رايح وما شفناش حاجه من الكلام ده كله. اقول لك يا سيدي، تقدر دلوقتي انت مشكورا تسيبك من الفيديو اللي انا بصوره او اللي انت بتتفرج عليه ده، وتدخل على اي موقع من المواقع اللي انت بتثق فيها وتكتب حقيقه انتقال عمر فايد لاعب المقاولون العرب او مدافع المقاولون العرب لا الى النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه المقبله. اكتب كده بس على اي موقع من المواقع اللي انت بتصل فيها. اللاعب ده هيروح النادي الاهلي ولا مش هيروح النادي الاهلي؟ هو ده اللي انا عايزك بس تتاكد منه. وتعالى كمل الفيديو بتاعي. انا شخصيا بقول لك ان اللاعب ده يقترب وبقوه، وقع على عقد رغبه للنادي الاهلي. فهتقول لي وقع على عقد رغبه للنادي الاهلي، طب يعني جه النادي الاهلي؟ اقول لك كلمه عقد رغبه تعني ان اللاعب هيجي النادي الاهلي او اللاعب يرغب في الانتقال الى النادي الاهلي. ما قلتلكش ان اللاعب جه النادي الاهلي وخلاص وقع واتفقوا على كل حاجه، لا، ده بشكل مبدئي، يعني تعني انها بشكل مبدئي اللاعب موافق ومرحب انه ينتقل الى النادي الاهلي. ده معنى عقد رغبه، ده معنى عقد رغبه. احمد رفعت كان موقع على عقد رغبه، عمر كمال كان موقع للزمالك على عقد رغبه، احمد عاطف كان موقع للاهلي على عقد رغبه، مصطفى الزناري نفس الكلام كان موقع للاهلي، مصطفى شلبي كان موقع للاهلي اللي هم راحوا الزمالك. فالفكره معنى كلمه عقد رغبه يعني اللاعب يرغب في ده فقط لا غير، مش اللاعب جاي النادي الاهلي. ولكن بناء على كلام بعض الصحفيين او النقاد الرياضيين في مصر ومعظم الاعلاميين ان اللاعب ده وقع على عقد رغبه ويقترب بقوه للنادي الاهلي. دي القصه باختصار بتاعه عمر فايد. هنيجي بقى بعد كده لرحيل ال5 لعيبه دول. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي في الوقت الحالي خرج من حساباته كده، ويعني خرج الناس دول من الجهاز الفني تماما، من حسابات الجهاز الفني، اللي هو لا، ال5 لعيبه دول مش هيكملوا مع الفريق. وبالتالي اعطى الضوء الاخضر الى مسؤولي الاهلي. خرجوا الجماعه دول على سبيل الاعاره في يناير المقبل، لان انا مش محتاجهم معايا في الفريق، وبالتالي لازم يمشوا، انا مش عايزهم. ده كان كلام مين؟ ده كان كلام مارسيل كولر المدير الفني الحالي للنادي الاهلي. مش عايز ال5 لعيبه دول يكونوا متواجدين معاه داخل الفريق. ليه بقى؟ هو شايف امكانياتهم مش راضي عنها في الوقت الحالي. قفشه بشكل مبدئي هيروح الباطن السعودي لانه اقرب حد، حسام حسن بشكل مبدئي اقرب لسموحه، مصطفى سعد ميسي اقرب الى سيراميكا كيلوباترا، زياد طارق ومحمد محمود اقرب الى فيوتشر. دول الانديه ودول العروض المقدمه للاعيبه دول، ولو اللعيبه دول خرجوا على سبيل الاعاره هيروحوا الانديه اللي انا سميتهم لحضراتكم دول. طيب بعد كده بقى يعني كده الناس دول هيمشوا، الناس دول كل المصادر اللي داخل النادي الاهلي بتقول ان الناس دول هيرحلوا عن الفريق. نيجي بقى بعد كده لحته ثانيه، وهي حته مروان عطيه لاعب الاتحاد السكندري وانتقاله الى نادي الزمالك. كنت طلعت عليكم قبل كده قلت لكم ان النادي الاهلي يرغب في التعاقد مع مروان عطيه صفقه نادي الزمالك، ونزلت بوست على صفحتي اللي انتم بتشوفوا الفيديو من خلالها، قلت لكم ان الامر 1 2 3 4 5، وحكيت لكم كل التفاصيل بتاعه الموضوع ده. في الوقت الحالي نادي الزمالك وطبعا امير مرتضى منصور، الراجل ده بيبذل قصارى جهدي علشان يحصل على توقيع مروان عطيه لاعب الاتحاد السكندري. على فكره الكلام ده كان من بدايه الموسم اللي فات، واتجدد تاني في الوقت الحالي مع الانتقالات الشتويه المقبله. اعملوا لايك وشير الفيديو ده علشان يوصل للناس، وما تنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات بخصوص عمر فايد وانتقاله للنادي الاهلي، وبخصوص عمر عطيه وانتقاله الى نادي الزمالك. رحيل محمد مجدي قفشه وحسام حسن ومصطفى سعد ميسي ومحمد محمود وايضا زياد طارق، 5 لعيبه هيرحلوا عن النادي الاهلي بدايه الانتقالات الشتويه المقبله او في يناير المقبل. مش بس كده، اولى صفقات النادي الاهلي اللي الاهلي بالفعل حصل على توقيع اللاعب. هقول لكم مين هو اللاعب اللي اولى صفقات النادي الاهلي وهيكون اول صفقات الاهلي في الانتقالات الشتويه المقبله. هنتكلم ايضا عن نادي الزمالك صفقته الجديده في يناير المقبل. وقبل اي تفاصيل، اهم شيء لازم تعمله دلوقتي علشان الفيديو يوصل انك تعمل لايك للفيديو، ويلا بينا سريعا نروح نشوف ايه القصه بالظبط. خلينا نتكلم معاكم عن لاعب النادي الاهلي الجديد. هتقول لي يا عم انت كل 5 دقايق تطلع لنا وتقول لنا ان فلان جاي وفلان رايح وما شفناش حاجه من الكلام ده كله. اقول لك يا سيدي، تقدر دلوقتي انت مشكورا تسيبك من الفيديو اللي انا بصوره او اللي انت بتتفرج عليه ده، وتدخل على اي موقع من المواقع اللي انت بتثق فيها وتكتب حقيقه انتقال عمر فايد لاعب المقاولون العرب او مدافع المقاولون العرب لا الى النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه المقبله. اكتب كده بس على اي موقع من المواقع اللي انت بتصل فيها.
اللاعب ده هيروح النادي الاهلي ولا مش هيروح النادي الاهلي؟ هو ده اللي انا عايزك بس تتاكد منه، وتعالى كمل الفيديو بتاعي. انا شخصيا بقول لك ان اللاعب ده يقترب بقوه، وقع على عقد رغبه للنادي الاهلي. فهتقول وقع على عقد رغبه للنادي الاهلي، طب ما يعني جه النادي الاهلي؟ اقول لك كلمه عقد رغبه تعني ان اللاعب هيجي النادي الاهلي، او اللاعب يرغب في الانتقال الى النادي الاهلي. ما قلتلكش ان اللاعب جه النادي الاهلي وخلاص وقع واتفقوا على كل حاجه، لا، ده بشكل مبدئي، يعني تعني انها بشكل مبدئي اللاعب موافق ومرحب انه ينتقل الى النادي الاهلي. ده معنى عقد رغبه، ده معنى عقد رغبه. احمد رفعت كان موقع على عقد رغبه، عمر كمال كان موقع للزمالك على عقد رغبه، احمد عاطف كان موقع للاهلي على عقد رغبه، مصطفى الزناري نفس الكلام كان موقع للاهلي، مصطفى شلبي كان موقع للاهلي اللي هم راحوا الزمالك. فالفكره معنى كلمه عقد رغبه يعني اللاعب يرغب في ده فقط لا غير، مش اللاعب جاي النادي الاهلي. ولكن بناء على كلام بعض الصحفيين او النقاد الرياضيين في مصر ومعظم الاعلاميين ان اللاعب ده وقع على عقد رغبه ويقترب بقوه للنادي الاهلي. دي القصه باختصار بتاعه عمر فايد. هنيجي بقى بعد كده لرحيل الخمس لعيبه دول. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي في الوقت الحالي خرج من حساباته كده، ويعني خرج الناس دول من الجهاز الفني تماما، من حسابات الجهاز الفني، اللي هو لا، الخمس لعيبه دول مش هيكملوا مع الفريق، وبالتالي اعطى الضوء الاخضر الى مسؤولي الاهلي. خرجوا الجماعه دول على سبيل الاعاره في يناير المقبل، لان انا مش محتاجهم معايا في الفريق، وبالتالي لازم يمشوا، انا مش عايزهم. ده كان كلام مين؟ ده كان كلام مارسيل كولر المدير الفني الحالي للنادي الاهلي. مش عايز الخمس لعيبه دول يكونوا متواجدين معاه داخل الفريق. ليه بقى؟ هو شايف امكانياتهم مش راضي عنها في الوقت الحالي. قفشه بشكل مبدئي هيروح الباطن السعودي لانه اقرب حد، حسام حسن بشكل مبدئي اقرب لسموحه، مصطفى سعد ميسي اقرب الى سيراميكا كيلوباترا، زياد طارق ومحمد محمود اقرب الى فيوتشر. دول الانديه ودول العروض المقدمه للاعيبه دول، ولو اللعيبه دول خرجوا على سبيل الاعاره هيروحوا الانديه اللي انا سميتهم لحضراتكم دول. طيب بعد كده بقى يعني كده الناس دول هيمشوا، الناس دول كل المصادر اللي داخل النادي الاهلي بتقول ان الناس دول هيرحلوا عن الفريق. نيجي بقى بعد كده لحته ثانيه، وهي حته مروان عطيه لاعب الاتحاد السكندري وانتقاله الى نادي الزمالك. كنت طلعت عليكم قبل كده قلت لكم ان النادي الاهلي يرغب في التعاقد مع مروان عطيه صفقه نادي الزمالك، ونزلت بوست على صفحتي اللي انتم بتشوفوا الفيديو من خلالها، قلت لكم ان الامر 1 2 3 4 5، وحكيت لكم كل التفاصيل بتاعه الموضوع ده. في الوقت الحالي نادي الزمالك وطبعا امير مرتضى منصور، الراجل ده بيبذل قصارى جهدي علشان يحصل على توقيع مروان عطيه لاعب الاتحاد السكندري. على فكره الكلام ده كان من بدايه الموسم اللي فات، واتجدد تاني في الوقت الحالي مع الانتقالات الشتويه المقبله. اعملوا رايك وشيل الفيديو ده علشان يوصل للناس، وما تنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات بخصوص عمر فايد وانتقاله للنادي الاهلي، وبخصوص عمر عطيه وانتقاله الى نادي الزمالك. رحيل محمد مجدي قفشه وحسام حسن ومصطفى سعد ميسي ومحمد محمود وايضا زياد طارق، 5 لاعيبه هيرحلوا عن النادي الاهلي بدايه الانتقالات الشتويه المقبله او في يناير المقبل. مش بس كده، اولى صفقات النادي الاهلي اللي الاهلي بالفعل حصل على توقيع اللاعب. هقول لكم مين هو اللاعب اللي اولى صفقات النادي الاهلي، وهيكون اول صفقات الاهلي في الانتقالات الشتويه المقبله.